ازيكم عاملين ايه؟ نورتوني وشرفتوني معاكم ياسمين. النهارده هتكلم عن منتجات بريتي وومن. انا كل حاجه تقريبا جربتها من عندهم، الماسكارا والباودر والايشاد وكل حاجه. هقول لكم ايه الحلو وايه الوحش. طبعا قبل ما نبتدي الفيديو نعمل ايه؟ لو انت جديده واول مره تشوفيني، لايك الفيديو واشتركي في القناه وفعلي الجرس عشان يوصلك اي فيديو جديد، لان الفيديوهات اللي جايه حلوه جدا جدا وهتفيدكم جدا كمان في حياتكم اليوميه والمنتجات اللي انتوا بتشتروها. اي سؤال اكتبيه تحت في كومنت انستجرام فيسبوك وكمان سناب شات، اعملي فولو عليهم عشان نقعد ندردش مع بعضينا كده في اي حاجه احنا عايزينها. يلا بينا نبتدي باول حاجه. بصوا بقى، وهي انا اشتريت الاي شادو ده من الصيدليه. دي احلى حاجه في الدنيا، ان كل منتجات الميك اب من الصيدليه، فدي حاجه بالنسبه لي امان ومضمونه اكتر من محلات ال 2 جنيه ونص، لان انا بكتشف ان في محلات بتشتري حاجات منتهيه الصلاحيه والجوده بالذات في الميك اب، فالصيدليه ما بتعملش كده. فدي حاجه كمان عجباني ومغلفه. طبعا مش اي حد بيفتحها لان ليها تاريخ انتهاء، يعني اول ما بتتفتح وتتعرض للهواء كده خلاص كده سنتين وشكرا، ملهاش اي لازمه. ففي الصيدليه بتبقى مقفوله ومحكمه وامان بالنسبه لي، يعني بالنسبه لدماغي. يعني الالوان اللي فيها جليتر بتندمج بسرعه، بتتفرد بسرعه. الالوان اللي ما فيهاش جليتر المات دي كلها ما بتندمجش بسرعه. اوكي، يعني انا بصوا الالوان المخلصه بحب الالوان اللي فيها لمعه دي. هوريكم دلوقتي قصدي ايه. يعني مثلا اللون ده انا بعشقه جدا. بصوا بيتفرد بسهوله قوي اهو. تمام، ناخد بقى لون الاخضر اللي زيه اللي من غير لمعه مثلا اهو. بصوا اللون راح. اللون يعني شايفين هنا وشايفين هنا اختفى. ده اللي انا بقول عليه. ليه عاملين الالوان اللي ما فيهاش لمعه المطفيه، يعني اللي من غير لمعه ما فيش اندماج، يعني لازم افرد كتير قوي. فبلاش تشتروا الاي شادو الكبيره اللي زي دي، اشتروا في حاجات الصغيره وجربوها قبل ما تمشوا. يعني لازم تشوفوا التيست كده. التيست لقيتوه حلو وسهل، والتيست لقيتوه صعب الاندماج ما تشتروش. احلى حاجه عندهم الروج اللي بيعجبني فوق ما انتم متخيلين. بصوا الروج بتاعها ده حلوه جدا، ده بريتي وومن مكتوبه اهي. تمام، شايفين الجمال، شايفين الحلاوة، شايفين يعني بجد. وبيطبع طبعان بجد، مش بيروح بسهولة، يعني طري ومش بينشف الشفايف، وبجد اللون بيبقى ثابت فترة طويلة جدا أكتر من 10 ساعات. يعني بحطه الصبح ما بجددش عليه خالص، بيبقى طابع كده في شفايفي زي التنت كده بسيط حلو قوي. بحط على خدودي ساعات لو أنا خارجة ونسيت البلاشر، ممكن أحط الروج ده على خدودي كده، بيدي ضي خفيف قوي لو انت خارجة، فده حلو جدا. هوريكم الألوان التانية. بس على فكرة الإضاءة بتبين الألوان كلها شبه بعض، بس هي مش شبه بعض على الحقيقة النهائية على فكرة. أوكي، ده موف، ده موف أكيد، يا رب يكون ظاهر في الإضاءة. ده موف اوكي، بس هم على ايدي كلهم معرفش ليه طالعين واحد. ده موف غامق. تمام، برضو حلو جدا. بصوا يعني بيتفرد بسهولة وطري جدا وكل الجو ده. انا بحب الفوشي قوي وبحط عليه لون البينك الغامق اللي انتوا شفتوه. بص اهو، على فكرة هو باين واحد، والله ما هو واحد ابدا. شايفين الالوان عاملة ازاي؟ شايفين؟ بصوا بقى، ده الغامق بحطه على الفوشيا الفاتح ده، ماشي. ده بينك غامق، هو ده اللون بتاعه. تمام اهو. اوكي، مش عايزة يطلع ليه. مش عايزة يطلع. تمام اهو طلع. هو ده طوله كده، على فكرة لسه جديد ما استعملتوش كتير. تمام، انا كل ده عشان الكشمير ده. والله انا بهدلت ايدي بهدلة السنين. شايفين الالوان حلوه قوي يا جماعه والله العظيم، بس على الحقيقه والشفايف تحفه بجد. جربيها تفرق معاكي جدا. انا جبت الواحد من ده ب25 جنيه. اوكي، موجود في كل الصيدليات. تالت حاجه وعايزه اقول بس عليها، ما تجيبيش المسكره بتاعتهم نهائي. المسكره بجد بتقفش في الرموش قفشه مش طبيعيه. يعني ممكن تجيبي مات سينما وما تجيبيش المسكره بتاعت بريتي ديت خالص خالص خالص. بتنشف بسرعه جدا، ما بتقعدش خالص، يعني بصراحه بتبقى وحشه جدا وناشفه على الرموش ومش مبينه الرموش ولا حلاوه الرموش. فبلاش تعملي كده في نفسك وتجيبيها بصراحه خالص. وفري فلوسك وتجيبي مات سينما لو انت في نفس المستوى بتاع الميك اب ده او نفس المستوى بتاعت الفلوس عندك هي بالظبط. ممكن تجيبي ايسنس كمان، فبلاش تجيبي الماسكارا بتاعتهم، ما عجبتنيش بكل الوانها. عندهم جليتر صغنن كده جميل قوي بجد، بتحطيه فوق اي حاجه بيدي لمعه طبيعيه للعين كده. وبفرد بايدي نقطه صغنطوطه كده، بجد بيفرد العين جدا ويخلي شكل العين حلو. وساعات انا شفت مره واحد بيحط الجليتر تحت العين هنا، يعني مش تحت العين اكيد، تحت العين هنا لا، هنا في الحته دي، بس جليتر كريمي مش الباودر، جليتر كريمي. كان العروسه الحته دي عندها داخله لجوه قوي، فعايز يبرزها فراح حاطط الجليتر بتاع بريتي مومن. عشان كده انا عرفت اللي عندهم جليتر كريمي بسبب الموضوع ده. يحطها هنا تحت عينيها، اداها قبه كده للعين في الصور، ولا كانها عندها تجويف ولا حاجه. حركه حلوه قوي، وهعملها لكم ان شاء الله كده في الستوري على الانستجرام. لو انت ما عملتيش فولو اعملي فولو. حاجب، انا بعشق اي حاجه، كل الماركات بتاعت الحواجب جربتها. انا كنت عاشقه لاي حاجه بتاعت حواجب. فهم عندهم 3 شيت تحت بعض كده، واكس حواجب، باودر،
الجل بتاع الحواجب ال3 تحت بعض كده زي علبة كده شكلها حلو وكل حاجة جميلة وكل حاجة والواكس بتاعهم حلو جدا. اللي مش عاجبني الصراحة يعني مهما تحطي لون انت بتحطي طبعا في ناس بتحطي الجل بس احنا في الحر بتاعنا اللي احنا فيه ده لما بتحطي جل حواجب لازم تحطي فوقيه باودر فالموضوع عشان يبقى ثابت اكتر ويقعد معاكي اطول وقت ممكن. هما بتاعهم صعب جدا جدا جدا. الباودر وحش جدا تراب يعني شوية وبيطير 5 دقايق وبيطير لازم تتقلي قوي قوي قوي. مش بحب احط جل. انا كنت برفع حواجبي عندي الحمد لله شعر اهو وبحب ارفع حواجبي وبعد كده بحط باودر 5 ثواني. انا اول ما اخرج من باب الشقه الاقي الباودر ده طار ومفيش حاجه في اخر الحاجب لان انا عندي الحواجب قصيره فعندي واحد طويل وواحد قصير اوكي. فعلى طول بقى بحب اطول الحاجب بالاي شادو خلاص اوكي انا حاطه كريم شمس حاطه كريم على وشي مرطب فما بحبش احط ميك اب احط باودر بيطير وحش قوي 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 قوي. بجيب بتاع لونا الاي شادو بتاع لونا البني كان حلو جدا للحواجب وده كان عاجبني جدا وان شاء الله هقول لكم عليه. البلاشر بتاعهم حسب الفلوس اللي معاك تمام. يعني في بلاشر انت مثلا معاك 50 جنيه هتلاقي بلاشر على قد 50 جنيه. عايزه بلاشر ب 80 جنيه هتلاقي بلاشر ب 80 جنيه. عايزه مش عارفه ايه هتلاقي حسب فلوسك يعني حسب اللي انت رايحه تشتريها انت هتاخدي على قد فلوسك بالظبط. يعني انا مثلا اشتريت بلاشر كان في 4 شيت او 3 شيت انا مش فاكره قوي 3 حاجات كده جنب بعض كنت باخدهم بفرشه واحده كده بحطهم حلوين قوي 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 وعاجبني جدا. واللون البيتش ده حلو قوي كان حلو بالذات في الصيف كده خدودك كده برتقاني فاتح قوي ده بيعجبني قوي عشان بشرتي يعني اخر درجات البيض فمعاها مع اللون الفاتح ده شويه بيديني ضي حلو قوي كان عاجبني جدا. جيت اشتريه لوحده وحش جدا خالص وحش قوي. كان ساعتها ب30 جنيه بس البالت مع بعض كلها كانت ب90 جنيه. اللون اللي في البالت احلى كتير من اللون اللي قاعد لوحده كده اللي عاجبني قوي دوت اللي اللون البرتقاني شويه بتاع الخدود. فانت حسب فلوسك هتلاقي يعني الاربعه مع بعض كانوا حلوين. لما اشتريت حاجه لوحدها ما كانوش حلوين خالص تمام. البرايمر بتاعهم بيخلوا 4 ساعات تمام 4 ساعات مش هيعمل معاكي اكتر من كده. بلاش تحطي برايمر كتير في الصيف علشان بشرتك طبعا الحر والرطوبه والتراب وكل الحاجات دي المسام بتاعتك هتبقى شكلها وحش جدا وكلها بقى اتربه وتقعدي بقى تعملي تنظيف كتير قوي. فبلاش تعملي برايمر خالص خالص غير في المناسبات تمام. الباودر بتاعهم فيه ارقام حلوه وارقام مش حلوه يعني بتبقع في البشره بتعمل معرفش بتعمل حاجه وحشه كده في البشره. انا جبت رقم 5 لانها داخله على 3 شويه والجوده قعدت اجربها شويه قاعده مبقعه في بشرتي يعني عملت بقع هنا وبقع هنا الحته تشربها وحته ما تشربهاش ممكن يكون عيب بشرتي. بس لما بستعمل بريتي ومن رقم 3 مثلا ما بتعملش كده وبتبقى ميه واحده على بشرتي. انا مش عارفه العيب في بشرتي ولا العيب في الباودر بس عندهم ارقام غير الارقام يعني 2 و3 هم حلوين جدا وممكن تشتريهم وبيبيعوا لاي لون بشره وينفعوا لاي لون بشره عادي جدا. وبكده انا عرفتكم الحاجات اللي جربتها وما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا اي فيديو جديد. انا ياسمين وهستناكم الفيديو الجاي. باي باي.